السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، ولا يسوق الخير إلا الله. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صراحة ما عندي وجه حافظين أحبابي وأصحابي، لكن وآسف على أي واحد اتصل بيا، والله العظيم ما عندي جواجي نحكي بصراحة. لكن نبي ننقل المشهد. الكل عزيز وغالي في ربوع ليبيا كلها. راهي بنغازي مأساة، وأي شخص قال لي الأمور هانية تلوم وتعذر، وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير. لكن الموضوع وما فيه قصة العقيد مهدي البرغاثي. أنا قلت لكم لا مع فبراير ولا مع سبتمبر، لكن مع الحق وضد الدم. الأمر وما فيه. مهدي البرغاثي في وريقة بتاع مصالحة اجتماعية انه يرد مواطن عادي مرحبا بيه، برغثي عقوري الامور طيبة ما فيش باس. الراجل خش بسياراته ومعاه رتل بحكم عقيد، خش بسياراته الامور طيبة، داروا له خيمة، جابوا حوالة الامور طيبة، وجو احبابه واصحابه وهلا وجيرانه ويباركوا له. ولاد بنغازي ما فيها شيء، وليد بنغازي ولاد الكويفة، نحن كلنا ظنا ليبيا. تفاجأ أن جايين شلة صياع علي المشاي وغيره بقصة بتاع براك الشاطي هذه. أن أيام كان وزير الدفاع أو مش عارف، المهم قصة براك الشاطي، تعال نديروا لك استجواب، نفس اللقطة اللي صارت مع أخويا، تعال نبوك استجواب، وبعدها قاعد خرج ولم يعد. شم بلنت شياط، صار فيها رماية مني لكي الكلام، من نقولوا على سبيل المثال من العشاء عند الأربعة الفجر، من 4 الفجر هرب، طلع بركلة، طلعوا جهة الكويفية، موطن الأصل والأم بصراحة. وشهادة بالله أراه قطعة النت من يوم الجمعة، أراه شهادة بالله يغطوا على المشهد، لأن كانوا فيه فرسنة. في طرابلس ما صارت الدهكة اللي في طرابلس، ما انقطعش النت. قطعة النت هذه واعرة بك، قطعة النت هذه قاطعين علي بنغازي كلها بيش ما يباننش الأخبار الحقيقية. هل تعلموا أن السلماني كله لعند أرض زواوة باهي، يعني منطقة كبيرة، تفتيش الحيشان كلن واللي يمسكوا عنده سلاح ولا شكفة ذخيرة يطبوه. وعندنا 3 من خوالنا عظم رقبتنا، خوالنا امسكوهم. عندي 3 من خوالي وراه شارحهم وراه مهدي البرغثي، طبوا 3 لا عندهم فيها ناقة ولا جمل. ممكن عندهم واحد عسكري 2، واحد الكبير متجوز ساكن في القوارشة، لكن جاي الهلا طبوهم 3. خاطي مسكت مشايخ، لا إله إلا الله، مسكت مشايخ العواقير وانتهكوا حرمات النساء. أي وحدة تربط أي اسم المهدي البرغثي إقامة جبرية. ترى الوضع متأزم في بنغازي، ونسأل الله العفو والعافية والدعاء. الوقت الحالي نكلم فيه كم دك بطيران، تتقول قاعدة غزة وإسرائيل، لا إله إلا الله. تشنو هذا الزف؟ والله الايام اللي فاتت عندي مباشر، لكن سهل غير ان شاء الله تروقوا تحلوا، نسال الله الفرج القريب علي بنغازي. علي اليمين اللي قاعدين مع خليفه حفتر اشكال، علي اليمين اللي ماهوش مصري، ورب الكعبه فلسطيني الاصل باهي، اشكال مقلبه يخدموا في الاراضي ويكسروا ويديروا. تراه بلغ السيل الزبل، لا اله الا الله. تراهي فزعت اللي صار في درنا وتفجير درنا، وفزعت عرب الغرب عليه اليمين، راهو غيرت مخطط كبير كان صاير البرقة بصفة عامة، وتوا صاير الموضوع مغلق الدائرة على بنغازي. اعتقد بنغازي اي واحد صديق معايا عنده فيها عزيز وغالي واحباب واصحاب، سواء تورغي، سواء مصراتي، سواء ورشفاني، سواء صعيطي، سواء عقوري، جميع القبائل بنغازي. بنغازي نبض ليبيا ياهو، بنغازي نبض ليبيا والجناح الأيمن طرابلس العاصمة، والجناح الأيسر درنا ياهو. هذين ال3 مدن اللي مخلطات فين كل جميع القبائل. كان ما صبيتوش توا ورب الكعبة ما تقيمينك بقايمة. والله شلة سياح اللي قاعدين مع ضنا حفتر، خذوها ولا تخلوا. أشكال مقلبة، اللي سكوتش واللي مصري واللي فلسطيني، وهذه كل الله لا تربح.
التاريخ الفاسد اللي خلانا ساكتين على اشكال مقلبه كيف هذه. تفين اللي جاء قبل 48 ايام الحكم القرملي جاء يتمسكن وتوا سجل على العواقير وسجل على المنطقه الشرقيه وقعد ضابط وولد ضابط وهو جنرال. ما فيش ليبي شريف يرضى بيه الكلام هذا. الفزعه والدعاء والله الله يا هو والله تطيح بنغازي ما هي قيمتكم قائمه في ليبيا كلها. راهو والله بايعها وما عندي ما نخسر، والدعاء والله طالبه من كل ليبي شريف. والله 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 ونحلف ثم والله اقسم بذات الله ما عندي ما نخسره وكان خسرت عزيز ولا غالي والله فداء الوطن الله. لكن هالمهزله اللي قاعدين فيها وعايشين فيها والله والله حتوصلكم كلكم. نسأل الله العفو والعافيه. وحتى الطبيخه اللي دارها خليفه حفتر ماشي للكونغو حسبتها وحده، الحسبه بتاعها خلي مهدي يجي وانا نطلع الكونغو باش يدير مسرحيه شاهد ما شافش حاجه. يعني من الاخر يبوا ينهوه كيف ما صار زمان. نفس التاريخ يعاود نفسه. كيف ما صار للجوازي زمان لما قال لهم ولد احمد باشا في البركه تعالوا نبوا نعطوكم برانيس ونبوا نعطوكم ونوسموكم وبنكرموكم، وداروا لهم مذبحه بركه الدم. نفس اللقطه داروها المهدي البرغثي. التاريخ يعاود نفسه وما فيش ليبي عن ظهر قلب ليبي اب وام يرضى بالدم ويرضى بالظلم والهوانه اللي صايره في بنغازي. راهو قسما بالله بنغازي تستنجد بيكم. الفزعه ياهو انا لا معاه لا مفتل لا شيء، انا نحكي شاهد علي عصر ونحق ان قسما بذات الله بنغازي توا والله يبي بيدوها عن بكرة ابيها. واي واحد قلت لكم وقلتها من قبل ما تغير شيء، ما تغيروا الا اشكال مقلبه ركبوا علينا وسكتنا. ها ربي يصلح الحال سنه سنتين ثلاثه نحن مع الجيش مع الشرطه تشلت سراق تعليم الشيء من وين تفرخ صايع من السرتيه وغيرها وغيرها تشكال علي اليمين علي ما خدمنا في بنغازي ولفينا ما عمرنا شفناهم. يا هو مسكين هم اللي متحكمين في بنغازي يلعن بوك عمر الزف. تراهي والله العظيم اللي صاير توا في غزة صاير حتى في بنغازي. وصلوا الرسالة هذه الله يعلم، وصلوها للمجتمع الدولي، وصلوها لجميع المنظمات وقاعد نخدم عليها. التعتيم هذا اللي صاير قسما بالله العلي العظيم مزرة ودك وضرب بالطيران وقاعدين محاصرينهم في الكويفة. ربي يفرج عليهم شهادة بالله. يا بيسقم الحال يا بننزلوا الأسفل السافلين ونسأل الله العفو والعافية. وشهادة بالله قبل ما نختمها أراو عندي مواضيع واجد. حتى شبكة العنكبوت اللي دايرينها تورغة من 2011 ولحم معينة متحكمة في جميع اللحمات أراهو طلعنا وفهمناها اللعبة وكشفناهم ودزيت رسائل من تحت الطاولة لأشخاص معينين قلت لهم قولوا تحشموا على وجوهكم وفكونا من اللعب القديم بتاع 4-4-2. وقلت لهم يا هو استهدوا بالله ورسول الله تقيم الدولة اللي تبوها حاضر وكل حاجة بالعدل والحكمة. لكن قاعدين يضحكوا عليكم وقسما بالله جميع الميزانيات اللي ينزل اللي يقول لك ما ينزلنش كلهن تنزل عليه تورغة ويقسموا فيهن لحمة معينة مع طرف معين. نسأل الله العفو والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله. والدعاء في بنغازي شهادة بالله بنغازي تنزف دم. عارفين شو المعنى تنزف دم؟ عارفين اللي خانقات العبرة هذا اللي صاير في بنغازي. السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله السلامة.